عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حكايه نجم. انا احمد علي، باذن الله النهارده هنتكلم عن مواجهه ناريه ما بين ملك مصري وملك اوروبا واسبانيا. النادي الاهلي هيواجه غدا نادي ريال مدريد الاسباني، صاحب اكبر رقم من بطولات دوري ابطال اوروبا بعدد 14 بطوله. الله عليك، احسنت يا ابني والله. النادي الاهلي تاني اكتر فريق في العالم معاه بطولات بعد ريال مدريد، برافو عليك. وهيتقابلوا بكره ملكين كبار، صح. انا مش كده يا فضل. لعيبه على اعلى مستوى. هو ملهاش علاقه. هو انا ثواني هو انا يا اما اسمعني بس. والنادي الاهلي انا بطمنكم، والنادي الاهلي اعتقد اللي هو هيعمل جيم ممتاز جدا. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي راجل فاهم هو بيعمل ايه، خلى النادي الاهلي ليه شكل. كرة بقت في نص ملعب الفريق المنافس، موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. طبعا الماتشين اللي النادي الاهلي لعبهم وكسبهم ملهمش اي علاقة بمواجهة ريال مدريد، لان ريال مدريد حاجة والماتشين دول حاجة تانية خالص. ده صرصار عصب. ريال مدريد ملك اوروبا، وملك العالم من حيث البطولات، وكمان من حيث اداء جماعي. نعم ريال مدريد مش في الحالة التوب، ولكن ده بطل يعني. تعبيط يا اسطى. النادي الاهلي ونادي ريال مدريد لعبوا قبل كده مع بعض في مباراة ودية، وفاز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. لام ادي خالد بيبو جاله الموقف حلو وانفراد يحط وراح صريصه حلوه ورجع ورا يا راجل. خد هوبا جول جول. صنداي يعطي الاذن لقدمه اليسرى لتصل الى هل النادي الاهلي قادر على الفوز امام الملك الاسباني ريال مدريد؟